السلام عليكم. فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي. حابب اشكر الناس المحترمه صاحبه الفضل على الواحد، الناس المحترمه اللي مشتركه مع ابو يوسف الاهلاوي في القناه، واتمنى من اي حد لو اول مره بتشوف ابو يوسف الاهلاوي يزيدني شرف ان انت تنزل تشترك في القناه دلوقتي. هخش في الاخبار ومعانا اخبار كتير النهارده، معانا اخبار تهم النادي الاهلي وكل الانديه ان شاء الله بدون مقاطعه. هبدا باول خبر معاك يا جو. الجمهور بقى عايزين نعرف ليه من اللجنه المنظمه ليه يعني الزمالك 30,000 والاهلي 15. ايوه، اللهم صل على النبي بقى، كله يصلي على النبي ويدي لابو يوسف اللايك رجاء من اخوكم. في محاربه على جمهور النادي الاهلي من ابو يوسف الاهلاوي. النادي الاهلي جمهوره بيتحارب في مصر. النادي الاهلي كله بيعمل ضد جمهور النادي الاهلي، كله عايز يهد فرقه النادي الاهلي. الزمالك في برج العرب 30,000 والاهلي في ساد السلام ب 15. دوري ابطال افريقيا 15,000 وكونفدراليه 30,000 في برج العرب. مين هيروح للزمالك بعد احترامي ليه 30,000 في برج العرب؟ لو هما كانوا عملوها مظلمه كان زمان كل اعلام الزمالك دلوقتي طالع يقول لك مش احنا النادي الاهلي 30,000 واحنا 15، وكانوا عملوها مندبه اقسم بالله. بس ده ما ينفعش. نادي بيقولوا لنا ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي، لازم المسؤولين في النادي الاهلي يطلعوا يقولوا لجمهورهم ايه اللي بيحصل. مش يعني النادي الاهلي 15 وهم 30. البطوله الاجمد دوري ابطال افريقيا 15 وكونفدراليه 30,000. كل ده عشان توقعوا النادي الاهلي السنه دي عمره ما يقع. كل ده عشان تهدوا النادي الاهلي عمره ما هيتهد. عشان جمهور النادي الاهلي قوي ومحترم رغم عن اي حد. ليه؟ ده شباب النادي الاهلي جمهورهم شباب زي الورد، زي الزمالك برضه. انا ماليش دعوه بالزمالك، الاثنين زي عندي بالظبط واحد. هو كان المفروض بعمل الاثنين ايه نفس العدد. يا عم ماشي، يعمل الاثنين يعمل الثلاث يعمل الاربع، انا ما بتكلمش. دوري ابطال افريقيا في ساد السلام 15 وبرج العرب 30. لا 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 لا. ايه يا جو معانا تاني؟ خالد الغندور بيقول لك احمد ابو الفتوح لن يلعب في ابو خالد الغندور لسه عايش؟ لا والله خالد الغندور عايش. هو عارف. لايكات بقى عشان خالد الغندور بيمثل. هو عارف اللي فيها. خالد الغندور طالع بتصريح جامد قوي يا جماعه، يقول لك فتوح هو جامد تايهه كده. كأنه عمل المستحيل. فتوح مش هيلعب في مصر النادي الاهلي. التخيبه والله العظيم من ابو يوسف الاهلاوي. وانت جبت ايه ولا عملت ايه؟ ما احنا قايلين الكلام ده بقالنا 7 شهور، والفيديو عندكم هطلعه ان شاء الله يوم ما فتوح يلعب في النادي الاهلي. اللي انتم مطلعوه كل يوم بيسهر، اللي انتوا طلعتوه كل يوم في كباريه. فتوح ده والله العظيم وهو بيلعب في منتخب مصر. احنا لو واخدين فتوح واخدينه من منتخب مصر، مش واخدينه منكم. يا خالد يا غندور خليك في البيت، كمل في البيت احسن لك. سيبك من النادي الاهلي. النادي الاهلي شغلك قوي، النادي الاهلي شغلك قوي وكيدك قوي. وانت عارف ليه؟ عشان كان نفسك تلعب في النادي الاهلي. انت باين عليك اصلا اهلاوي خايف تقول. اسكت اسكت بقى وسيبها لله. ايه يا جو؟ عندنا بقى النهارده حدث حلو. علي صوتك بقى عشان الناس تسمع. عندنا حدث حلو للنادي الاهلي والقناه المصريه. ايه هو بقى؟ الاهلي ومحمد الشناوي وكولر وعمر فايد ومحمد صلاح. قبل ما اتكلم عن الخبر ده بقى، كل واحد طالع بكلام وطالع بفيديو. الحق خلاف شناوي مع كولر، خلاف امام عاشور مع كولر، الشناوي بيتخانق مع عبد المنعم. ايه يا جماعه؟ كله عايز يكسب يمين الله على قفا النادي الاهلي. اقسم بالله ما حد فيهم بيحب النادي الاهلي. كله عايز يضرب في النادي الاهلي ويجيب اخبار على حساب النادي الاهلي بالاونطه، ولا في خلافات ولا في حاجه. وبحيي كولر والشناوي ان شاء الله ومعاه محمد صلاح وعمر فايد بتاعه. وعمر فايد. انا هتكلم على لينا كلهم ان شاء الله بدون مقاطعه. الشناوي يا جماعه احسن حارس في افريقيا، واديكوا شفتوا خيبه منتخب مصر وكسبنا 2-0. لو الشناوي بيلعبش كان الماتش طلع 6-2. واتمنى اللي الشناوي ياخد احسن حارس في افريقيا ان شاء الله بدون مقاطعه. لايكات وصلوا على النبي لاخوك ابو يوسف الاهلاوي. ايه معانا يا نجم؟ عندنا عوده حجازي. عوده حجازي واصابه كانت. سيبك من اصابه كانت. عوده حجازي للاهلي. حجازي يا جماعه اتحاد جده بيجهزه عشان كاس عالم للانديه عشان يلعب قدام الاهلي. اول حاجه بتمنى لك يا حجازي ترجع بكل سلامه.
هو خلاص جاهز وهيلعب ماتشين دوري الابطال بتاع اسيا. يا عم يلعب على دماغ احمد حجازي، لعيب كبير واضافه بدل علي جبر. ده علي جبر جاب لي شلل ده خرابي. احمد حجازي لعيب كبير هيريحني من علي جبر، وعقبال الونش، وعقبال ان شاء الله الونش يرجعوا يريحونا من احمد سامي وعلي جبر. عمري ما شفت منتخب مصر فيه احمد سامي، عشنا وشفنا. ايه يا عم شوف معلول غاب كتير وهيعمل اشاعه. معلول يا جماعه هيعمل اشاعه عشان يتاكد هيلعب ولا مش هيلعب في عودته. علي معلول بيمر بازمه نفسيه سببها جمهور النادي الاهلي. الضغط اللي على علي معلول بسبب ضربه الجزاء هو اللي عامل في علي معلول كده. وابو يوسف الاهلاوي بيقول لك فداك 100 ضربه جزاء يا علي معلول، اللي انت عملته معانا مفيش باك شمال عمله. اقسم بالله مفيش باك شمال في افريقيا عمله مع النادي الاهلي. على دماغي ودماغ كل اهلاوي، معلول احسن باك شمال ان شاء الله في النادي الاهلي، ومكمل معانا السنه دي والسنه الجايه. حتى لو فتوح جه معلول مكمل. ايه يا جو؟ عامر حسين الدوري مصر هيتوقف 2 يناير عشان معسكر منتخب مصر. يا عم ان شاء الله بقى يوقفوه يعملوه. احنا يا حاج عامر اللي طالبينه منك حاجه واحده، راعي ربنا في النادي الاهلي، تراعي ربنا في النادي الاهلي ومواعيد النادي الاهلي، وتشوف النادي الاهلي محتاج ايه واعمله له. النادي الاهلي راح يلعب كاس عالم للانديه في السعوديه، مش راح يلعب دوره، مش راح يلعب ماتش ودي في اي مكان. يا جماعه عاملوا ضميركم، اقسم بالله النادي الاهلي لو مش في الكره المصريه مش هيبقى في كره مصريه. مش تعصب ولا حاجه للنادي الاهلي، بعد احترام لكل الانديه وبعد احترام النادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير غصب عني انا، بس انا بتكلم بقول لكم الحقيقه. مفيش غير النادي الاهلي مشرف مصر. يا حاج عامر يا حسين راعي ربنا في النادي الاهلي، مش هقول لك غير الكلمه دي. ايه يا جو؟ الاهلي بيحط احمد امين اوفا على راس القايمه، يعني بيقول لك لو هنجيب يبقى ده اول واحد هنجيبه. يا اهلي يا اهلي اوعى اوفا يبعد عننا. احمد اوفا ده فرود جبل يهد اي مدافع يا اهلي. وبطالب الكابتن محمود الخطيب فرود. هقول لكم يا جماعه اوفا ده والله العظيم هيبقى فرود منتخب مصر الايام اللي جايه دي، وهتشوفوا من ابو يوسف الاهلاوي. لو اوفا ده ان شاء الله لما يجي النادي الاهلي، ولو ما جاش النادي الاهلي ده هيلعب في منتخب مصر وهو مستريح احسن من مصطفى محمد. اوفا احسن من مصطفى محمد من ابو يوسف الاهلاوي يمين الله. كل الدعم لاوفا، وان شاء الله اهلاوي زي ما عمر كمال اهلاوي وفتوح اهلاوي. فتوح اهلاوي ان شاء الله، وكل الدعم لاحمد فتوح. ايه يا جو؟ كمل. غياب مصطفى فتحي بقى عن ماتش مازيمبي في افريقيا مع بيراميدز. ليه بقى عنده ايه؟ عنده اصابه في العضله الاماميه. مصطفى فتحي اللي ضيع ضربه الجزاء وضيع الانفرادات بتاعت ماتش الزمالك احسن. والله مصطفى فتحي اهو. شفت انت عملت ايه؟ ضيعت البلن وانفرادات ضيعتها قدام الاهلي، بتعمل عفريت قدام الاهلي بتعمل عفريت. واتمنى اللي انت ترجع الزمالك وتريح نفسك يا مصطفى فتحي. الاهلي هيسافر يوم بقى 11 ديسمبر فين بقى؟ السعوديه. خلاص يا رجاله يوم 11 ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يوم 11 يا جماعه هنبقى في السعوديه، بدايه الحلم. وان شاء الله هنرجع بالنصر، وجمهور النادي الاهلي في السعوديه هيملى المدرجات، واتحاد جده وكل اعلام السعوديه من ابي يوسف الاهلاوي يمين الله. لا هتشوفوا اهلي غير، اوعى تفكروا الاهلي اللي انتوا بتشوفوه دوت هتشوفوا في السعوديه ان شاء الله حاجه غير. والاهلي في النهائي، الاهلي في نهائي كاس العالم على مسؤوليتي الشخصيه من ابو يوسف الاهلاوي. وحابب اشكر كل واحد مشترك معانا في القناه، واتمنى من ربنا المزيد. لو انت اول مره بتشوف ابو يوسف الاهلاوي تنزل دلوقتي وتشترك معانا، صوتنا مش هيعلى الا بربنا وبيكم انتوا. والله العظيم كلكم على دماغي يمين الله. السلام عليكم واحسن ناس.